أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء في علم الأحياء للصف الثاني الثانوي. طبعا بنتناول باب التغذية أو فصل التغذية. اتكلمنا عن التغذية في الكائنات الحية بشكل عام، اتكلمنا عن التغذية في النبات كنوع من أنواع الكائنات ذاتية التغذية لاحتوائه على بلاستيدات خضراء ومادة الكلوروفيل. اتكلمنا عن الإنسان كنوع من أنواع الكائنات الغير ذاتية التغذية اللي بيعتمد على غيره في الحصول على الغذاء، وعرفت القصة بتمشي ازاي، وعرفت ان ما ينفعش يحصل اي استخدام لاي مادة غذائية الا من خلال الاول عملية الهضم. وخلي بالك في فرق بين هضم وبين هدم، وده هنفهمها النهاردة. حرف ضاد ودال قلب المعنى. وعرفنا ان جسمك بيكون فيه مواد غذائية بوليمرات او ذات احجام كبيرة، وعن طريق عملية الهضم هتتحول من جزيئات كبيرة الى جزيئات صغيرة علشان طبعا يبدأ يحصل الامتصاص. والحلقة السابقة توقفنا عند العصارة البنكرياسية وبدأنا في المعوية، لكن قد يكون ما حالفناش الحظ ان احنا نخلص. ان شاء الله النهاردة نخلص الفصل الثاني ونتكلم عن العصارة المعوية وكيفية حدوث الامتصاص ومعناه، وكيفية حدوث عمليات الأيض بنوعيه. طبعا متعودين بناخد واجب وبنبدأ نحل مع بعض أسئلة الواجب، لكن من الواضح ان الأسئلة كانت تقيلة شوية، أو كان في بعض الجزئيات لسه لم نتناولها بعد أو ما خدناش بشيء من التفصيل. فأنا لاحظت ان مفيش ولا اسم قدر يطلع لي إجابة صحيحة. حتى الناس اللي جاوبت على الغالبية سؤال 2 و4 بالذات، الكل أو الغالبية كان متجاوب عليهم غلط. يعني نقدر نقول سؤال رقم 2 رقم 1 في الأخطاء، خد الكرسي الأعلى في الأخطاء، يليه رقم 4. طيب تعال نشوف الأسئلة دي كانت بتتكلم عن إيه ونحاول نحلها سوا علشان أعرف أخطأنا فين، علشان أنا عايزة المرة الجاية ألاقي كم الأسماء اللي أنا متعودة عليه. بس برضو أنا هديكوا العذر لأن ممكن يكون في أجزاء لسه ما تناولهاش بشيء بالتدقيق أو قلناها بشكل سريع فما قدرتش توصل للإجابة بتاعتها. هنقولها النهاردة بشكل أكثر، واعمل حسابك الحلقة القادمة إن شاء الله هنعمل حلقة مراجعة على الفصل ده. وزي ما أنا متعودة مع طلابي مع أولادي، أنا باخد المراجعة منك أنت، بمعنى من أول بكرة إن شاء الله لغاية يوم الحد. بس أنا بحدد إيه؟ لغاية يوم الحد ابدأ نزل في كومنتاتك الأسئلة اللي واقفة معاك، هنجمعها وهعمل منها حلقة المراجعة بتاعت الأسبوع القادم إن شاء الله. تعال بقى نشوف الأسئلة ونحاول نحل مع بعض. أول سؤال كان بيقول وجود عدد كبير من الميتوكوندريا في الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة. خلي بالك أنا في أمعاء دقيقة دلوقتي. لتمكن الأمعاء من إيه؟ طيب هي الميتوكوندريا بتعمل إيه؟ دي مصادر انطلاق الطاقة. طب تعالى نشوف الاختيارات. هل هتمكنني من ابتلاع قطيرات الدهن؟ طيب هو الكلام ده بيحصل في الأمعاء؟ كان لازم أحدد لك أقول لك الخملة، يبقى دي ما تنفعش. هل بيتم لي أو بيساعدني على هضم البروتين؟ لا، ملهاش دعوة، ملهاش علاقة، لأن هضم البروتين عن طريق انزيمات هضمة. هل بيساعدنا على امتصاص الجلوكوز؟ أنا همتص الجلوكوز، طبعا مش تصنيع الفيتامينات لأن الفيتامينات لا تصنع في أجسام الكائنات الحية. عايزة أقول حاجة مهمة وهتجيني برضو في سؤال تاني. لما بتيجي الأمعاء الدقيقة بخملاتها تمتص أي مادة غذائية، ببدأ الامتصاص الأول بالانتشار، وده هنركز عليه النهاردة ونرسم كمان الخملة ونشوف القصة بتحصل إزاي. هبدأ الأول بالانتشار، يعني من تركيز مرتفع لتركيز منخفض. طيب افرض ان بدأ يحصل تساوي في التركيزات، هل تتوقع ان هيتوقف امتصاص الجلوكوز؟ ما خلاص التركيزات متساوية. انا متعود ان في الانتشار بيحصل الانتشار من الوسط ذو التركيز العالي المدري
الى الوسط ذو التركيز المنخفض. طيب وبعد كده لما تتساوى التركيزات هيتوقف عمليه النقل. هتتوقف؟ لا طبعا. هقولها لك بمعنى تاني. المفروض ان الخملات تبدا او نقول تبدا تمتص الجلوكوز الاول بالانتشار، تمام، بس هقعد امتص لغايه ما اخد اخر قطره ممكن تكون موجوده في جهازك الهضمي. بمعنى تاني، بقى لي مده صايم وكلت حاجه بسيطه، بسكوت مثلا، كلت حاجه بسيطه، طب ما هنا معناه ان كميه السكريات اللي وصلت جسمك قليله. هل هتقدر تنتقل؟ وممكن يكون انت كان في سكر في جسمك، انا لسه واكل من ساعه زمن وقمت واكل بسكوتايه او اي حاجه حلوه، هل ده معناه ان السكر ده اللي نتيجه هضم البسكويت اللي انت اكلته ده مش هيوصل للدم، لان الدم محمل دلوقتي بسكر الجلوكوز؟ ما هو ما ينفعش. انت عارف لو ده صح كان يحصل ايه؟ كان ممكن الجلوكوز يرجع تاني لللفائفي. ما هو خلاص بقى، ما هو اختلاف تركيزات، ما انا كان بقالي مده ما اكلتش، جهاز الهضم ما فيهوش سكريات وجهازك الدموي فيه الجلوكوز فيه وبستمر في عمليات الحرق. على كده لو في عندي بقى اي ماده وصلت لاجزائك الهضميه او لامعائك هتنتقل من التركيز المرتفع للدم للتركيز المنخفض في الامعاء. هل ده صح؟ لا طبعا. اي ماده غذائيه ايا كان كميتها، ركز في الكلام، طالما موجوده عندك في تجويف اللفائفي لازم تنتقل، حتى لو هتنتقل ضد منحدر التركيز. في الحاله دي هقول عليها نقل نشط. يبقى انا بدات انتشار ثم ختمت نقل نشط. ساعات ببقى قصدي ان انا اجيب اسئله معينه يمكن الجزئيه ديت ما اتقالتش واحنا بنشرح لانها جزئيه تفصيليه شويه في الكلام، فاقوم حاطه لها سؤال علشان لو ما قلناش واحنا بنشرح نقولها في صيغه السؤال، وفي نفس الوقت اعرف بقى الناس اللي بتقدر ايه تفكر. وانت الاسلوب الجديد معتمد على ان انت تفكر، تحاول ان انت توصل للمعلومه لوحدك من غير ما اديها لك انا بشكل بيور. طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني كان بيقول ايه. أي من الأجزاء الهضمية أو أي جزء من الجهاز الهضمي له أكبر تأثير على الأسموزية في جسمك؟ طبعا المعدة، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة، السؤال ده في كتير منكم غلط فيه. هقول لك ليه. هتقولي احنا ما خدناش الأمعاء الغليظة، ماشي، بس أنا قلت لك إن بتتم جميع عمليات الهضم والامتصاص لا تتم إلا في وجود المية. طب أنا أمعاء دقيقة مش فيها امتصاص وفيها هضم، يبقى لازم يكون فيها مية. طب انا بتكلم عن المعده مش فيها هضم، لما اتكلم عن البنكرياس مش فيها هضم، في كتير امعاء دقيقه او في كتير قالوا اجابتهم امعاء دقيقه. يا جماعه في عصاره معويه في الامعاء الدقيقه وبداناها الحلقه السابقه، البيبتيديز وهكذا والسكريز واللاكتيز والحاجات دي، وهرجع اقولها تاني النهارده. طب ما دي في الامعاء الدقيقه، هي محتاجه ميه طبعا. ما احنا اتفقنا في بدايه الباب خالص ان جميع عمليات الهضم والامتصاص لا تتم الا في وجود الميه. أمعاء غليظة لا، دي خلاص بقى، دي النهاية، ده أنا هبدأ أجمع الفضلات التي لم يتم هضمها عشان تخرج من خلال فتحة الشرج. يبقى ديت إيه؟ لا هنا لا في هضم ولا في امتصاص، أنا توقفت. يبقى المكان الوحيد اللي مش بيحصل فيه أي عمليات هضم هو الأمعاء الغليظة. حتى المريء بيحصل فيه هضم. طب ليه؟ هتقولي ما فيهوش عصارات، بس إحنا اتفقنا إن ما فيهوش عصارة في المريء، ولكن يستمر عمل انزيم الاميليز في المريء لان الوسط مناسب. يبقى ما دي ما تنفعش. يبقى ما عنديش غير الامعاء الغليظه. يا ريت نكون خدنا بالنا من اخطائنا ايه. طيب تعال نشوف السؤال ده. اكل شخص وجبه غنيه بالبروتين، هتمتص الاحماض الامينيه في الامعاء الى ان يصبح تركيزها صفر. اهو اللي انا قلته من دقايق. طيب هيصبح تركيزها صفر، يعني قعدت امتص اهوت لغايه ما جبت اخر قطره ما عادش في حاجه في الامعاء. ده بيتم بايه؟ بالانتشار بس، ولا بالنقل النشط بس، ولا بالانتشار والنقل النشط، ولا معايا اسموزيه كمان؟ طبعا هو بينتقل، ملوش دعوه باسموزيه انه مش ميه، هينتقل بالانتشار الاول ثم عن طريق طبعا بعد الاسموزيه هبدا ادخل على عمليه النقل النشط. يبقى انا هبدا بايه؟ انتشار ثم نقل نشط، ودي كانت الاجابه الصح. انتشار الاول اختلاف تركيزات، ولما ابدا اساوي التركيزات ويبدا التركيز في اللفائف يقل تبدا تسحب بالنقل النشط. طيب تعال نشوف السؤال الرابع بيقول ايه. اي الانزيمات الاتيه ينتج عن تاثيرها انخفاض في قيمه البي اتش؟ برضو من الاسئله اللي كلكم او اغلبكم غلط فيها. ايه معنى انخفاض درجه البي اتش؟ ما انت عارف ان البي اتش ورسمناه الحلقه السابقه مقياس بيتم او بيبدا من 0 لغايه او 1 لغايه 14. طيب 7 ده متعادل، اقل من ال7 حامضي، اعلى من ال7 قلوي. انا بقول لك انخفاض يعني هنزل اقل من ال7. تمام، يعني انا عايزه وسط حامضي. مين في دول هيديك وسط حامضي؟ 3 ارباعك وقال الاميليز
هو الاميليز وسط حميدي يا جماعه؟ الاميليز بيعمل ايه؟ بيكون لك ايه؟ لا طبعا، الاميليز ده كربوهيدرات يا جماعه، لكن اللايبيز احماض دهنيه وجليسرين، احماض اهي حمض. طب البيبتيديز احماض امينيه. شفت دورت على كلمه ايه؟ احماض. شفت الاسئله ممكن تيجي لك ازاي؟ مفيش حاجه مباشره، مفيش سؤال توقع انه هيجي لك مباشر اهو. انا فاهم بقى. انخفض بي اتش يبقى انا عايزه وسط حامضي، هات لي حاجه بتديني وسط حامضي. ما تنساش ان الاميليز اداك سكر مالتوز، ولو جبت له حتى المالتيز هيديك سكر جلوكوز، ما ينفعش. الاميليز اداني سكر ثنائي، سكر الشعير، ما ينفعش ده خالص. يبقى انا عايزه اللايبيز والبيبتيديز، كلاهما بينتج لك احماض دهنيه، والتاني ده البيبتيديز احماض امينيه. يبقى هو ده. يبقى الاجابه كانت ب وج مع. طيب كان معانا رسمه منحنى بيقول بيتم هضم السكريات في الاثنى عشر، ماشي، بواسطه انزيمات، والشكل بيوضح تاثير البي اتش اللي معايا هنا. البي اتش اللي معايا هنا كام؟ طبعا البي اتش هنا بتبقى 8. طيب البي اتش عندي 8، يبقى ده مين؟ يبقى انا خلاص عرفت ان طالما 8 يبقى انا كده في الاثنى عشر. انا بتكلم عن هضم مين يا جماعه؟ لو رجعت للسؤال تاني، انا بتكلم عن هضم مين؟ السكريات. لو قلت لك ما هو هذا الانزيم اللي في الاثنى عشر؟ الاميليز البنكرياسي طبعا، والبي اتش بتاعتي هنا 8. عرفت منين؟ اهو اعلى قمه للمنحنى كان في 8، بي اتشك 8، يبقى البي اتش عندي هنا 8، والانزيم ده انزيم الاميليز. طيب الاميليز كان في برضو كمالة للسؤال، بحافظ على البي اتش بتاعتي في المكان ده ازاي؟ عن طريق بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم بتجعل الوسط هنا وسط قلوي، او تعادل حموضة ال HCl لتجعل الوسط وسط ايه؟ قلوي. طيب تعال نشوف اخر سؤال. هل يرجح ان يشارك نفس الانزيم في هضم البروتين في المعدة والامعاء الدقيقة ايضا؟ فسر. طالما قال لك نفس الانزيم ما تجيليش بقى ناحيه انزيمات السكريات، انا عايزه تكلمني عن انزيم البروتين في المعده وهو البيبسين. يقدر يروح يشتغل في الامعاء الدقيقه؟ طب انزيم التريبسين اللي كان موجود عندي في الاثنى عشر بدايه الامعاء الدقيقه او بدايه الامعاء، هل يقدر يشتغل في المعده؟ لا. ليه؟ لاختلاف درجه البي اتش. عايزه انزيم يعمل في وسط حامضي ويؤثر في هضم البروتين، ده البيبسين. عايزه انزيم يعمل في وسط قلوي وبيؤثر في البروتين او يهضم البروتين، ده التريبسين. يبقى خلي بالك ان الانزيمات متخصصه، لكل انزيم ماده هدف يعمل عليها. طيب تعالى بقى نسترجع المعلومات بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم عنها. احنا بنتكلم عن ايه؟ انا كنت بتكلم عن الجهاز الهضمي. طيب تعالى بقى بص كده نلمه مع بعض تاني بسرعه من خلال الفيديو ده. ايه اللي بيحصل هنا؟ خلاص انا ببدا اعمل عمليات المضغ اهو. المضغ وظيفته هنا اولا بيجزأ لك. شايف الغدد اللعابيه بتعمل ايه؟ تبدا الغدد اللعابيه تفرز افرازها عالي. دي غده قنويه على فكره، طبعا هو يركز لك على فقره يقول لك انا فين. دي الغده اللعابيه. بدا يحصل عمليه البلع، فعل منعكس منسق. عشان تندفع البلعه الغذائيه هتنزل فين؟ لازم لسان المزمار، بص اللي بيحصل ايه، يغلق القصبه الهوائيه علشان ينزل الطعام الى المريء اهو. اتغلقت الفتحة التنفسية أو القصبة الهوائية وبدأ ينزل الطعام للمريء. شايف الحركة الدودية؟ وخلي بالك إن هنا بيستمر عمليات هضم النشا. حركة دودية بتحصل، انقباض وانبساط، طبعا عن طريق نوع من أنواع العضلات الملساء. برضو خد المعلومة ليك، عضلات ملساء بتوجد على جدار الأوعية الدموية. شايف إيه اللي بيحصل؟ نزل في المعدة أهو. بص التغير اللي هيحصل في المعدة، وشوف الإنزيمات والعصارة المعدية. شايف حاجات عماله بتبخ اهو. ايه دي؟ دي العصاره المعديه، هتبدا تنزل بافرازها على الماده الغذائيه دي. شايف الحركه دي؟ ايه دي؟ بعمل خض وعجن، خض وعجن. لازم يحصل عمليه عجن. خلي بالك ان الفوهه دي كنا بنقول عليها فتحه الفؤاد، وخلي بالك ان الفتحه دي بتمنع رجوع الطعام الى المريء مره اخرى، ما يحصلش ارتجاع. اللي بيخرج منها دلوقتي دي فتحه البواب. وصل لفين؟ للاثنى عشر. خلي بالك هديك معلومة دلوقتي، بس لما الفيديو يخلص هرجع أعلق على الجزئية دي. ماشي، وصلت الاثنى عشر؟ مين هيفرز قبل مين؟ لازم الكبد الأول. الكبد يبدأ يفرز العصارة بتاعته، وهي العصارة الصفراوية على الطعام. ليه؟ لأن الصفراء تعمل على تحويل، هحول إيه؟
احول المادة الدهنية من قطع الى مستحلب دهني، مما يسهل عمل انزيم اللايبيز. يجي ورا بقى العصارة البنكرياسية بانزيماتها الاميليز والتريبسينوجين اللي هيتنشط الى تريبسين بالانتيرو كاينيز واللايبيز. ماشي، ايه ده؟ اجزاء الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة، قولون صاعد اللي انا بشاور عليه ده، والمستعرض، والقولون الهابط اللي هيبدأ ينهي بفتحة الشرج. طيب تعالى نكمل بقية أجزائنا. عايزين نوصل للامتصاص، بس قبل ما ادخل على الامتصاص عايزة ارجع تاني للجزئية اللي قلت لك عليها، الحتة اللي بتحصل في الاثنى عشر دي. في طالب بعت سؤال وبيقول الطعام لما بينزل الاثنى عشر على طول الكبد بيفرز والبنكرياس بيفرز، هم عرفوا منين ان في طعام دلوقتي في الاثنى عشر؟ طب وهي المعدة عرفت منين ان في طعام عندها عشان تبدأ تفرز العصارة المعدية بتاعتها؟ إجابة بسيطة جدا وهتفهمها لما توصل إن شاء الله السنة اللي جاية. كل جزء عندك في القناة الهضمية أو غالبية الأجزاء فيه هرمونات. المعدة أول ما الطعام يوصل للمعدة، وبالذات لو الطعام ده فيه بروتين، لأن أنت عارف إن المعدة هتهضم بروتين، وبالذات لو كانت وسط قلوي عالي في المعدة دلوقتي، يعني قلوية مع وجود مواد بروتينية أو أحماض أمينية، ده بيعمل تحفيز لجدار المعدة، تبدأ تنتج لك نوع من أنواع الهرمونات. ده هرمون هينزل في الدم ينشط المعدة لإنتاج إنزيماتها الهضم. شوف بقى الروعة اللي جاية دي، الاثنى عشر. هتقولي طب الاثنى عشر دي بعيدة، أوكي، بس عندك في الاثنى عشر فيه غدد ملحقة. ما المقصود بالغدة الملحقة؟ قلناها الحلقة السابقة، البنكرياس والكبد. الكبد بيفرز عصارات الصفراوية عليه، وأيضا البنكرياس. طب مين قبل مين؟ لازم الكبد الأول وبعدين البنكرياس، وما ينفعش العكس. ليه؟ لأن الكبد عنده عصارة اسمها صفراوية. مين اللي بيكونها؟ خلايا الكبد. ركز في الكلام، اللي بيكونها الخلايا نفسها، ولكن يتم تخزينها داخل الحويصلة الصفراوية اللي بيطلق عليها المرارة. مادة مرة جدا لونها أصفر غامق قلب على خضار، عشان دي وظيفتها هتحول القطع الدهنية إلى مستحلب. بدل ما أنا عندي قطع عايز أحولها لمستحلب. ويجي بعد كده العصارة البنكرياسية بإنزيم اللايبيز اللي من ضمن العصارة البنكرياسية ده يشتغل عليه. طب ما أنت ما قلتيش إيه اللي خلى الإنزيمات والعصارة الصفراوية تنزل هنا؟ برضه هرمونات على فكرة. ده سبحان الله، لو أنت عايز تاخد المعلومة ليك يا اللي سألت على السؤال، في هرمون هنا اسمه هرمون السكرتين. الهرمون ده مثلا هيقول للكبد ابتدي اشتغل في عصارتك يلا عشان قربت تفرزها، اشتغل بس ما تفرز. وهيروح للاثنى عشر او هيروح للبنكرياس يقول له ابدا نزل لي بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الاول يعني انا لو جيت خدت ترتيب المواد اللي نازله عندك في الاثنى عشر، البيكربونات رقم واحد. انت متخيل ان العصاره البنكرياسيه هتنتج لك بيكربونات الاول بس؟ ليه؟ اصل الطعام نازل من المعده كان معاه HCl، يعني الوسط حامضي، لازم ارجعه قلوي تاني. طب ليه؟ انزيمات العصاره البنكرياسيه لا تعمل الا في وسط قلوي، رجعه لي قلوي. ارجعه ازاي؟ بيكربونات على طول. بيكربونات الصوديوم تعادل القلويه او تعادل الحامضيه، فترجع لك الوسط تاني قلوي. كاني بمهد الطريق، بفرش الطريق لانزيمات البنكرياس اللي جايه، عشان الاميليز البنكرياسي والتريبسين واللايبيز لا يعملوا الا في وسط قلوي. في انزيم او هرمون تاني هيفرز الاول بعد السكرتين، يفرز هرمون قبل ما الانزيمات تنزل اسمه كولسيستوكاينين. عارف ده بيعمل ايه؟ يروح على الكبد يقول له يلا انقبض عصارتك الصفراويه وخرج الافراز. شايف سبحانك يا رب الترتيب؟ انقبض يا عصاره صفراويه، تنقبض، خرجت الصفرة، نزلت على الدهون، لقت قطع سيحتها، حولتها المستحلب. الاشاره الثانيه يلا يا بنكرياس افرز انزيماتك، افرز انزيماتك. يبقى الاول انت افرزت البيكربونات ثم افرز انزيماتك. اميليز بنكرياسي، تريبسينوجين عشان يتقابل مع الانتيروكاينيز ويبقى تريبسين، سبحانك يا الله. اللايبيز عشان يحول المستحلب في وجود الميه الى احماض دهنيه وجليسرين. كان مهم ارجع للنقطه دي لان في اقاويل جت في الحته دي كتير. طيب تعالى بقى للامتصاص بقى اللي يحصل في اللفائفي. لما ختمت بيه الحلقه السابقه قلت لك ايه؟ قلت لك انا عندي في اللفائفي دلوقتي عندي مواد بيبتيديز او عندي هرمونات البيبتيديز، عشان انا عندي سلاسل بيبتيديه، وعندي سكر المالتوز يبقى لازم اجيب له انزيم المالتيز. وساعتها قلت لك ايه؟ من اسم الماده بجيب له اسم الانزيم. ده انا عندي هنا عديدات البيبتيد، هات له بيبتيديز. ايه عديدات دي؟ ما يبقى بيبتيديز وخلاص، انزيم بيبتيديز وخلاص. ليه قلتي عديدات؟
شايف الكلمة ليها معنى. اصل انت عايز تقول لي ان نوع البروتين اللي بيكون اللحوم زي البروتين اللي بيكون لحوم الفراخ زي البروتين الموجود في الفول والعدس؟ لا طبعا، اختلاف اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه. ولان البروتينات والانزيمات الخاصه بهضمها متخصصه، فلكل نوع من انواع هذه السلاسل البيبتيديه البيبتيديز الذي يصلح ان يتم هضمها. وقلت يتم هضمها، كلمه خارجه في مكانها، بيتم، لان انا هنا هعمل اتمام هضم. يبقى انت فهمت انا ليه قلت عديدات البيبتايد، لاختلاف انواع السلاسل البيبتيديه واختلاف انواع البروتينات. طبعا الوسط هنا ايه؟ قلوي. هات لي بقى انزيمات سكريه، عندك سكروز هات له سكريز، عندك مالتوز هات له مالتيز، وقلناها بقى الحلقه السابقه دي ما كانش فيه عليها جدال. عندك سكر لبن لاكتوز هجيب له اللاكتيز. انا كده اتممت الهضم خلاص. اتممته بمعنى ان انا حولته من بوليمرات الى مونيمرات. نشوف محمد من بني سويف وبعدين نكمل اسئلتنا. محمد معانا؟ وعليكم السلام يا محمد، اخبارك؟ الحمد لله. طمني، احياء سنه ثانيه عامله معاك ايه يا محمد؟ جميله جدا الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. ليه ما عرفتش تجيب اجابات المره اللي فاتت بقى يا محمد؟ ما هو حضرتك اسئله لسه النت كان مضاف بس. فهمت الاسئله اللي احنا جاوبناها مع بعض في الاول؟ فهمتها الحمد لله. الحمد لله. عندك سؤال يا محمد؟ عندي سؤالين. اتفضل يا باشا. اول سؤال، وأوصل المكونات التي تنتج من البناء الضوئي. لحظه واحده يا محمد. المكونات التي تنتج من البناء الضوئي. لحظه يا محمد. التي تنتج من البناء الضوئي. من البناء الضوئي. ها، لتصبح المواد الأساسية. لإيه؟ لتصبح المواد الأساسية. لتصبح المواد الأساسية. لبداية التنفس الهوائي. لبناء. لبداية التنفس الهوائي. التنفس الهوائي. هي واختيارات بقى ألف. هي ماشي. ألف الجلوكوز والكربوهيدرات والأكسجين. جلوكوز وكربوهيدرات ومين تاني؟ وأكسجين. وأكسجين. ماشي. ها. ب الكربوهيدرات والماء. كربوهيدرات والماء ومية. ماشي. ج من ناد بي والهيدروجين. ناد بي والهيدروجين لوحده مش مرتبط بيه؟ لا، ج ناد بي وهيدروجين، ناد بي وهيدروجين بالعربي. خلاص ماشي. ايه الاختيار الأخير؟ اي تي بي والمية. الاي تي بي والمية. ماشي يا احمد. يا محمد تملينا اسئلتك عشان نجاوب ولا نمشي سؤال سؤال زي ما تحب؟ ماشي سؤال. طيب بيقول لك يا محمد المكونات التي تنتج من البناء الضوئي لتصبح المواد الاساسيه لبدايه التنفس الهوائي. خلي بالك لما هعمل تنفس، انت لسه ما خدتوش بس مؤقتا التنفس الهوائي انا هبدا بيه المواد الكربوهيدراتيه او الجلوكوز. اختياراتك انت قلت الاي تي بي والاكسجين او الاي تي بي، لا مش كفايه. النات بي والاتش 2 لا ما لهمش دعوه. كربوهيدرات وميه ولا جلوكوز وكربوهيدرات واكسجين ولا كربوهيدرات زائد ميه؟ بص يا حبيبي، انا عشان ابدا تنفس هوائي انا عايزه جلوكوز واكسجين، لانه قال هوائي يبقى لازم الاكسجين معاك. اكثرهم صحه الف جلوكوز وكربوهيدرات واكسجين، لان قال لك كربوهيدرات انا ما ينفعش اعمل تنفس هوائي في ماده معقده. لازم الجلوكوز عشان يعمل اكسده. بالظبط، برافو عليك. يبقى انا عايزه جلوكوز واكسجين بس. يعني انا ليا بس تحفظ على السؤال، ما كانش ينفع يتقال كربوهيدرات مع الجلوكوز، بس هو صوره من صوره، لكن ما اقدرش اعتمد على الكربوهيدرات، ما اقدرش احرق نشا، ما اقدرش احرق سكر ثنائي، لازم ادور على حاجتين جلوكوز واكسجين. عشان كده قلت اكثرهم صحه الف جلوكوز مونيمر واكسجين عشان يتم التاكسد او الاحتراق. ماشي. السؤال الثاني، الناتج الرئيسي لعمليه البناء الضوئي. الناتج الرئيسي لعمليه البناء الضوئي. اتفضل يا باشا. سكر احادي التسكر. هو سكر احادي التسكر. تمام. ها؟ البروتينات. النشا. الاكسجين. الايه؟ اكسجين؟ الاكسجين. ماشي. الناتج الرئيسي لعمليه البناء الضوئي سكر احادي التسكر. انا بكون ده رقم واحد الاول، وبعدين ابدا احوله من سكر احادي لسكر ثنائي، ومن سكر ثنائي النشا. لكن المكون الرئيسي او الناتج الرئيسي معايا السكر
الأحادي. طب ما خرج أكسجين، ده ناتج ثانوي. ده ناتج ثانوي معايا، ما اعتبروش بالظبط. النبات ما بيعملوش عشان يديني الأكسجين، مش عشان جمال عيوني، لا، هو بيعمل ده عشان يكون سكر أحادي الأول، والأحادي يبقى ثنائي، والثنائي يبقى عديد أو يبقى نشا، يبقى الأساس معاك هو السكر أحادي يا محمد. تؤمر يا محمد. عندك أي سؤال تاني؟ لا شكرا. تمام، تؤمر يا محمد. كده وصلت لغايه اللفائفي خلاص، وعرفت البيبتيديز بقى عمل ايه ومجموعه السكريات. خليك معايا بقى، هنتقل لنقطه تانية وهي الامتصاص. ايه امتصاص؟ هو انا كنت باكل كل الكلام ده ليه؟ انا كنت باكل كربوهيدرات ليه؟ علشان جسمي يستفيد بيه. ايه الاستفاده؟ طيب اصل الكربوهيدرات دي انا هبدا اعمل لها بناء ضوئي، اسفه، هبدا اعمل لها قصدي ايض. ايض ايه ايض؟ وساعات يسموه تمثيل غذائي. ما المقصود بالايض او التمثيل الغذائي؟ هستفيد. الايض او التمثيل الغذائي هو استفادة الجسم للمواد الغذائية المهضومة والممتصة. انت كونت خلاص او كلت كربوهيدرات، هيقعد جهازك الهضمي يحولها لغاية سكر جلوكوز. بقى ايه اللي عندك في اللفائف دلوقتي؟ سكر جلوكوز. طب كلت بروتين، وصل لايه في اللفائف دلوقتي؟ احماض امينية. طب كلت دهون، وصل ايه في اللفائف دلوقتي؟ احماض دهنية. اصبح اللفائف فيه ايه؟ مواد بسيطة، عشان ابدا انا استفيد بقى بالايض. ازاي؟ السكر اخده احرقه عشان احصل منه على الطاقه، وغالبا ما بيتم ده، او يخزن في صوره جلايكوجين في الكبد والعضلات. تمام. طب لو بروتين، ده انا اعمل بيه حاجات كتير قوي، ده انا هبني بيه جسمي، ده انا هعوض الانسجه التالفه، ده انا هبني بيه انزيمات. وخلي بالك قلتها لك الحلقه السابقه، جميع انواع الانزيمات بروتينات، واغلب الهرمونات بروتينات. ده البروتينات دي كل حاجه، عظامك ولحمك والدم والليمف والاربطه والاوتار، ده انا محتاجاها في البناء اكيد. طب عندي دهون، ممكن احرقها في حال خلو جسمك من كل صور الكربوهيدرات. ما عنديش سكر، ما عنديش ATP، شفت انا بعدد صور السكريات ازاي؟ ما عنديش سكر احادي، ما عنديش ATP، ما عنديش جلايكوجين، ابدا احرق الدهون. وحرق الدهون بينتج عنه طاقه هائله جدا تفوق الطاقه الناتجه من حرق الجلوكوز. ولكن الجسم لا يلجا الى هضم ده او حرق ده الا بعد تمام التخلص من صور الكربوهيدرات. نشوف اميره من الجيزه. الو. ايوه اميره، ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ايه الاسم الجميل ده يا اميره؟ ربنا يخليكي. ايه اخبارك يا اميره؟ طمنيني على الاحياء معاكي ايه، وطمنيني الاول على المدرسه. رحتي المدرسه؟ رحت. كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. يا رب كده السنه الجايه تكوني في احلى حال يا رب. والاحياء بقى، طمنيني على الاحياء. كويسه الحمد لله. يا رب. عندك اسئله يا اميره؟ عندي كام سؤال. كم؟ ده انت داخله على طمع يا امير. طيب هنقول سؤالين بس. قولي يا حبيبتي براحتك، انا بهرج معاكي. قولي يا ماما، اتفضلي. اول سؤال، فتاه لديها. في ايه؟ فتاه لديها. فتاه لديها نبات زينه. نبات زينه، اكيد انت دي يا امير. ماشي. ولكن لاحظت ان النبات لا يكون ازهار. الله. وبعد فتره. سؤال جميل. وبعد فتره حصلت على نبات من نفس النوع ولكن عند زراعته كون أزهار. ماشي. وكان نموه هو ده مفتاح السؤال اهو اللي انت قلتيه ده. وكان نموه طبيعيا، يبقى اللي فات نموه مش طبيعي. ربما يرجع السبب إلى أنها اختيارات يا أميرة؟ واحد. ماشي يا حبيبتي. واحد، أضافت إلى ماء الري 400 ملي جرام لكل لتر من المغذيات الصغرى. 700 ملي جرام لكل لتر من المغذيات الصغرى. أكيد أنا هبقى عايزة هنا كبرى يا أميرة. ماشي. لا، هو كله صغرى. ماشي، قولي. أضافت إلى ماء الري. 100 ملي جرام لكل لتر من المغذيات الصغرى. ماشي. تالت حاجة بقى 200، يعني هو بيزود في النسب يعني. ماشي. طب بقى 200 ملي جرام. واخر حاجة 3 ملي جرام لكل لتر. واخر حاجة زود 3. 3 بس. 3 ملي جرام لكل لتر.
تمام، ناخدها سؤال كده. البنت دي كان عندها نباتين، نبات نمى بشكل غير طبيعي وما قدرش يكون ازهار، اذا يخلو بيئته من يا اما المغذيات يا اما النبات ده. طالما حصل اختلال في نموه يبقى اكيد النبات ده انت عملتي حاجه في التربه بتاعته، زودتي له نسبه الاملاح. اكيد هختار اعلى نسبه املاح. اكيد هو ضاف الى ماء الري، بيقول لك ضاف الى ماء الري 700 مللي جرام لتر المغذيات الصغرى. انا عايزه مغذيات صغرى بس انا عايزه كم قليل من المغذيات الصغرى. طب يعني انت اختار اقل حاجه. برافو عليك، انت اللي جاوبتي اهو بالظبط كده. ده اضاف 700 واضاف 100 واضاف 200 وبعدين طلع اضاف ملي لتر. انت بتتكلمي عن البنت النبات الجديد. النبات الجديد اديته الكم اللي هي عايزاه اللي هو الكم 3 مللي جرام. لما هزود ده ممكن يعمل اختلاف تركيزات يخليه مش قادر يمتص ميه بكم كبير، فبالتالي النبات ده ما قدرش يمتص ميه مع ال 700 مع ال 100 مع ال 200، ما قدرش يعمل. خلي بالك كمان ان هو اكيد ما عندوش مغذيات كبرى، وكمان زودت له نسبه الاملاح في بيئته، ما قدرش ينمو بشكل طبيعي. لكن انا عايزه كم قليل لانه قال لك مغذيات صغرى. صغرى يعني اثريه، يعني بتوجد بكميات ضئيله، والشيء لما بيزيد عن حده بيقلب. يبقى انا هختار، هي حلت مشكلتها مع النبات الثاني انها اضافت كم قليل من الاملاح او المغذيات. قولي سؤالك الثاني يا مريم يا امير. الفطريات التي تسبب عفن الخبز. الفطريات، ماشي، ده السؤال. الاختيارات بقى. الفطريات التي تسبب عفن الخبز. عفن الخبز، ماشي يا جميل. كائنات غير ذاتية التغذية طفيلية. كائنات غير ذاتية طفيلية. ولا كائنات ذاتية التغذية رمية. ولا كائنات ذاتية رمية، ماشي. ولا كائنات غير ذاتية تماثل غذاء بعض البكتيريا. كائنات غير ذاتية مالها؟ كائنات غير ذاتية التغذية تماثل غذاء بعض البكتيريا. غذاء بعض البكتيريا، تمام. ولا كائنات غير ذاتية التغذية متنوعة الغذاء. متنوعة الغذاء، ماشي يا جميل. الفطريات اللي بتسبب عفن الخبز كده كده هي غير ذاتية، خلاص يبقى احنا هنشيل العبارة الأولانية. هي كائنات غير ذاتية، بس هل يا ترى غير ذاتية رمية ولا غير ذاتية تماثل غذاء بعض البكتيريا؟ هي ملهاش دعوة بحتة غذاء بعض البكتيريا دي. ولا كائنات غير ذاتية متنوعة الغذاء؟ لا، هي مش متنوعة الغذاء، هي كائنات غير ذاتية رمية، لأنها بتتغذى على قطع حاجة مش حية. حاجة مش حية اللي هو قطعة الخبز، البرتقانة، أيا كان اللي اتغذى عليها هي حاجة مش حية. يبقى دي كائنات غير ذاتية. هي غير ذاتية أكيد لأن ما عندهاش بلاستيدات، بس غير ذاتية إيه بقى؟ خلاص إحنا كده قلنا هي تعتبر غير ذاتية بس مش طفيلية وما تعتبرش ذاتية، فأنا هبعد عن العبارتين دول. يا إما غير ذاتية تمثل غذاء بعض البكتيريا وده الأرجح، يا إما دي ودي ما تنفعش لأنها غير متنوعة الغذاء. يعني الإجابة رقم 3 يا أميرة، غير ذاتية تمثل غذاء بعض البكتيريا، لأن في بعض أنواع البكتيريا بتعيش برضو على كائنات مش حية اللي احنا بنسميها رمية. بس أنا ما خدتش رقم 3 ليه؟ لأنه قال لي ذاتية رمية، لا الكائن الرمي غير ذاتي التغذية. طب ليه ما اقولش ان هي بتتصل على الخبز يعني؟ ولا ما تنفعش؟ لا اصل انت بتلاقيها على العيش وبتلاقيها على الليمون وبتلاقيها على البرتقال وبتلاقيها على الطماطمايه، صح؟ كل دول ممكن فطر عفن الخبز يتغذى عليهم. وبرده في بعض انواع البكتيريا بتعيش بنفس الطريقه، كائنات غير ذاتيه ما عندهاش بلاستيده وبتمثل غذائها بعض البكتيريا، لكن ما اقدرش اقول انها طفيليه. عارفه انت يا اميره تقولي انها طفيليه لو تطفلت على كائن حي وتسببت له في الامراض، فاهماني؟ يعني الانفلونزا طفيلي ده سبب لي مرض، طب هي راحت لكائن حي وسببت له مرض، وبعدين ده قال لي عبارتين عكس بعض. غير ذاتيه هي غير ذاتيه بس هتسبب مرض؟ لا، عفن الخبز لا. طب ذاتيه رميه؟ طب ازاي تبقى ذاتيه يعني عندها بناء ضوئي وتعمل رميات في نفس الوقت او تعيش على كائنات ميته؟ لا. طب متنوعه الغذاء، هي الفطر ده بياكل لحوم؟ لا ده مش متنوع الغذاء. متنوع ده يعني زينا بياكل نباتات وبياكل لحوم وبياكل كل الكلام ده. ما شفتش نبات عفنا، صح؟ لكن شفت ثمره، شفت عيش، يبقى هي اكثر دقه تماثل غذاء بعض البكتيريا يا حبيبتي. شكرا. في سؤال تاني يا اميره؟ شكرا بقى عشان وقت الحلقه. تسلمي يا اميره، نورتيني يا حبيبتي. نورتيني. هنرجع نتكلم عن الامتصاص. ايه الامتصاص؟ بنقول الامتصاص ده عبور المواد الغذائيه المهضومه الى الدم او الليمف. بمعنى ايه؟ مش احنا اتفقنا خلاص ان انا عملت عمليه هضم ووصلت المونيمر؟ ده موجود دلوقتي جوه اللفائف مونيمر، هيفضل جوه اللفائف مونيمر ولا المفروض انه الدم يبدا ينقله؟ لا الدم هيبدا ينقله. مين اللي هينقله؟ الدم. ازاي؟ اصل في انسناءات عديده، ركز في الكلام، انسناءات عديده
في الجدار الداخلي اللفائفي بتسمى الخملات، وقد يخرج منها انسناءات أخرى تسمى الخميلات. تصغير الخملة دي بقى المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية المهضومة تنقلها للدم والليمف. اشمعنى دم وليمف؟ وسيلة النقل، دي وسيلة النقل. الدم والليمف معاك هو وسيلة النقل. طيب تعالى نشوف فيديو يوضح لي اللي احنا بنقوله ده. عايزين نشوف ايه؟ عايزين نشوف ايه الخملة وشغلها بيتم ازاي. لاحظ كده معايا، ايه ده؟ ده اللفائفي. شايف الخملات؟ انسناءات عديدة في الجدار الداخلي للخملة، انسناءات عديدة، تنايات. هيدخل جوه تانية دلوقتي ويوضح لي قصتها ايه. تنايات كتيرة خالص اهي. جاب لي تانية منهم وكبرها لي، هنرسمها سوا دلوقتي. ها عبارة عن ايه؟ لاكتيل ده يعني ده عبارة عن وعاء لبني اهو. بدأ يكبر لك اكتر. طبقة طلائية، عندي أوعية دموية المشير إليها بالأزرق دي أوعية دموية، واللي مشير إليها بالأصفر ديت الوعاء اللبني. طبقة طلائية وعندي أوعية لبنية وعندي أوعية دموية. شايف المنظر؟ بينتقل الدم عبر الشرايين اهو، عمال ينتقل الدم. ماشي، ايه ده؟ دي عبارة عن مواد سكرية، في سكريات بتنتقل. ماشي، سكريات، أحماض أمينية. بص المادة الصفراء دي ايه؟ هتعدي فين؟ ده اتجمعت. ماشي، وبعدين هتعدي من ورا الوعاء الدموي، راحت على الوعاء الليمفاوي. يعني ايه؟ يعني دي بتسلك عبر الليمف. عايز يقول لك ان المواد الغذائيه في البعض هيسلك عبر الطريق الدموي، وفي البعض هيسلك عبر الطريق الليمفاوي. شايف احنا بنعمل ايه؟ في مواد عديدات البيبتايد دخلت عبر الوعاء اللبني، لكن في مواد اخرى هتمر عبر الوعاء الليمفاوي. طب ما تيجي نحاول نرسم رسمه بسيطه كده توضح لي اللي احنا بنقوله ده. عايز ارسم الخمله واشوف القصه ماشيه فيها ازاي. طيب تعال نحاول نرسمها مع بعض. خليك كده ركز معايا. هرسم خمله، انسناءة تانية اهي. ايه اللي بعمله ده؟ تانية انسناءة، وطبعا عندي عدة انسناءات في الجدار الداخلي لللفائف. ماشي، التانية دي بيكون عليها طبقة طلائية. شايف انا بعمل ايه؟ ايه دي؟ خلي بالك انا جوه امعاء، يعني خلايا كائن حي انسان، يبقى لازم يكون مغطى بطبقة طلائية من الخلايا دي كده، هتسمى طبقة طلائية. طبعا مش بالضرورة بقى ان انا اكملها عشان وقت الحلقة، بس انا قصدت اجي هنا علشان اشوف الشريان والوريد هيبقوا عاملين ازاي. طبقة طلائية، هنخلص الرسمة كلها وبعدين نحط سوا البيانات بتاعتها. ماشي، طبقة طلائية. تعالى ندخل جوه. هبدأ جوه اعمل وعاء. بص انا هرسمه ازاي. ايه ده؟ وعاء لبني. طوله على قد ما تقدر لتحت اهو، وعاء لبني. ماشي، تعالى تحت وابدأ فرعه. الوعاء اللبني لما يتفرع تحت هسميه وعاء لمفاوي، هيطلق عليه وعاء لمفاوي. طيب تعالى بقى فوق. طبعا مش هتفهم انا بعمل ايه غير لما تخلص الرسمة. انا بعمل ايه؟ المفروض ان انا برسم اوعية دموية، والدم اوعيته الدموية نوعين وهندخله في الباب اللي جاي ان شاء الله. عندي شرايين وعندي اوردة اهو. تعالى تحت وقوم منزله كده وعدي الناحية التانية وافرعه اهو. ماشي، تعالى الناحية التانية وهبدأ احط وريد. بص هعمل ايه؟ هرسم وريد. قصدت ان انا اعمل لونين، الاحمر والازرق. ايه ده؟ وريد. عشان اقول لك ان انا عندي شريان وعندي وريد اهو. هاجي من تحتيه وامرره هنا، وتعالى النص التاني بتاعه اهو الوريد. اوردة. طبعا لما تيجي ترسم اي رسمة تخص الاحياء اوعى تعمل حاجة بالمسطرة طلعت معاك معرجة، ده الطبيعي، انت بترسم خلايا حية اهو. انا كده رسمت الخملة بجزئيها. عايز بقى تتسلى وتعمل الطبقة الطلائية ما عنديش مشاكل. طيب تعال نحط البيانات بتاعتنا. ايه اللي انا عملته ده؟ دي طبقة طلائية، صفوف من الخلايا اللي هنسميها الطبقة الطلائية. طيب ايه الاحمر ده؟ هعمل سهم داخل كده، مقصود ان انا اعمله داخل، وهكتب عليه شريان. ماشي. طب والازرق ده
هعمل سهم خارج وهكتب عليه وريد. ما اصلا عندي بيدخل دايما للعضو شريان وهيخرج منه وريد. طيب ايه اللي في النص اللي انت عملتيه جوه في النص ده؟ ده عبارة عن وعاء لبني. على فكرة بيبقى لونه عامل زي لون اللبن، يمكن عشان كده اطلق عليه لبني. فرعه من تحت او اساسيه من تحت هسميه وعاء لمفاوي. وعاء لمفاوي. نقول تاني الخامل عبارة عن ايه؟ انسناءات عديدة في الجدار الداخلي للفائفي. الانسناءات دي مبطنة او مغطاة بطبقة طلائية من الخلايا. دي ايه؟ طبقة طلائية. بكملها لك اهو عشان يبان معاك الشكل زي ما انت هتشوفه في اي مصدر علمي. طبعا خلي بالك ان انت اصبح حصولك على المعلومة يا اما تبحث بنفسك في بنك المعرفة، يا اما احنا مريحينك هنا في قناة النيل التعليمية واحنا بنجيب لك المعلومة من بنك المعرفة، واكيد انت لاحظت ده. يبقى انت مطالب يا جماعة، احنا مطالبين ببنك المعرفة، اوعى ما تهتمش بيه. طيب احنا رسمنا الطبقة الطلائية. الطبقة الطلائية اللي بتغطي الخملة جوه في ايه؟ في 3 اشكال من الاوعية. ده انت حطيتي وعاء لبني وحطيتي وعاء لمفاوي تحت. انا عايزه اقول لك اللي هيدخل جوه اللفائفي الاساسي وعاء لمفاوي، يدخل يتفرع بقى. انت شايف كام؟ عامل زي ما يكون سجاده موكيت بتاعها العالي ده، مع كل واحده من دي، مع كل رفعه من دي في وعاء لبني داخل لها. يبقى الرئيس اللي داخل للفائفي اسمه وعاء لمفاوي، لكن فروعه اللي داخله جوه كل قمه جبل جوه دي هسميه وعاء لبني. ليه؟ اصل هو ده جهازك الليمفاوي. الوعاء اللبني على فكره بيحتوي على الليمف. ما المقصود بالليمف؟ الليمف هو كرات دم بيضاء تسبح في بلازما الدم. يعني الليمف مكوناته شبيهه بمكونات كرات الدم او مكونات الدم بالظبط. عندك خلايا الدم عباره عن ايه؟ كرات دم حمراء وبيضاء وصفائح. حلو، تسبح فيه سائل اسمه البلازما، وهتاخدوا الفصل الجاي بتفصيل. هنا عباره عن ايه؟ لا ده عباره عن كرات دم بيضاء بس، ولا في حمراء ولا في صفائح، بتسبح فيه بلازما، هنقول عليه الليمف. ماشي، مؤقتا عرفت ان ده فرع الجهاز الليمفاوي. ايه بقى التانيين دول؟ في شريان هيدخل وفي وريد هيطلع. شفت قلتها ايه؟ في شريان هيدخل وفي وريد هيطلع. ليه يا عم يدخل ويطلع ليه؟ عشان يمتص المواد الغذائيه. يبقى لو جيت قلت لك هنا مين الفرع اللي فيه نسبه اقل من المواد الغذائيه؟ اكيد الشريان. طب مين اللي هيكون فيه نسبه اعلى من المواد الغذائيه؟ اكيد الوريد. وبرده الوعاء اللبني هيمتص. طب ايه المواد الغذائيه اللي حواليا دلوقتي اللي انا همتصها؟ طب ما تيجي نقسمها. انا عندي كم ماده غذائيه؟ انا عندي جلوكوز، ماشي، كمثال للسكريات الاحاديه. انا عندي احماض امينيه، ماشي، البروتينات اللي انت اكلتها. طب ما انت عندك احماض دهنيه وجليسرين، مش هي دي المواد دلوقتي الموجوده حوالينا هنا؟ هينتقلوا ازاي عبر الخمله دي؟ في طريقين يا جماعه. في طريق هنسميه الطريق الدموي، وفي طريق هسميه الطريق الليمفاوي. طريق دموي وطريق ليمفاوي. مين هيمشي عبر الدم؟ مين هيسلك الطريق الدموي؟ السكريات، ماشي، الأحماض الأمينية، ماشي، الفيتامينات، بس مش أي فيتامينات، أمال إيه؟ الذائبة في المية. بس على كده، أصل الفيتامينات عندك نوعين، في فيتامينات هتدوب في المية وفي فيتامينات لا تذوب في المية. اللي بتدوب في المية هي اللي هتسلك الوعاء الدموي. طب والطريق الليمفاوي مين هيمشي فيه؟ سهلة، ما عادش غيرهم الأحماض الدهنية والجليسرين، خلي بالك بقى، والفيتامينات تاني بس الذائبة في الدهون. ده انا كده قسمت لك المواد الغذائيه او الفيتامينات لنوعين، في فيتامينات هتدوب في الميه هتسلك الطريق الدموي، وفي فيتامينات هتسلك مع الطريق الليمفاوي اصل هي بتذوب في الدهون. خلي بالك من الحته الصغيره دي. طب افرض بقى كان الشخص ده عنده خلل في وظائف الكبد، عنده مشكله وما حصلش عنده امتصاص او ما حصلش عنده هضم كامل للبروتين، عادي، عنده قطيرات دهنيه لم يتم هضمها، قطيرات دهنيه، اجزاء صلبه من الدهون، هتبدأ تنتقل عبر الوعاء اللبني بطريقة تسمى البلعمة. بطريقة تسمى البلعمة. على كده بقى لو جيت بصيت على الفيديو تاني هيتضح معاك الحوار ده أكتر. تعالى بقى كده نبص على الفيديو من الأول تاني.
ادي الوعاء او ادي اللفائفي، هندخل على الخملات الموجودة عندي في اللفائفي، شايفها عاملة ازاي؟ طبقة موكيت بتتحرك، هيدخل جوه خملة منهم، وطبعا الخملة ممكن تتفرع لما هو أصغر منها وتسمى الخميلات، يبقى الخميلات تفرعات صغيرة للخملة. ركز بقى في الكلام اللي هيحصل ده. عندي وعاء لبني الأصفر ده وعاء لبني، وعندي دموي أحمر، والأزرق هو الشريان، طبعا الأحمر والأزرق هو الوريد. ادي الطبقة الطلائية اللي عندي، دي طبقة طلائية من الخلايا شبه اللي احنا رسمناه. وبعدين تعالى بقى ادخل كده شوف ايه الامتصاص او هيحصل انتقال ازاي للمواد الغذائية. شايف ايه اللي بيحصل ده؟ ادي مادة غذائية اهو بتتكسر وعدت من الطبقة الطلائية، راح على فين؟ داخلة على الدم. اكيد ديت يا اما سكريات يا اما بروتينات. اكيد الاصفر ده عبارة عن دهون. شوف هيعمل ايه؟ ساعات يتجمع مع بعضه وهو بيعدي يتجمع ويقوم معدي عبر الوعاء اللبني. بص هيمشي من ورا الشريان او الوريد ودخل على الاصفر، دخل على الوعاء اللبني ومنه للوعاء الليمفاوي وهكذا. طب تعالى شوف دي ايه دي؟ ده سلسله بروتينيه، سلاسل بيبتيديه مكتوب لك بيبتيد اهو، بدات تتكسر اهو، ادتني امينو اسيد، احماض امينيه، وتعدي على الوعاء الايه؟ الدموي. يبقى كده اتضحت الحكايه انا ماشي ازاي. يبقى معنى كده ان الخمله انسناءات عديده في الجدار اللفائفي، زودت مساحه سطح الامعاء الدقيق. اي حاجه فيها ثنايات هتزود مساحه السطح. ليه؟ عشان تمتص المواد الغذائيه. ادي الشكل بتاع الخمله اللي احنا رسمناه مع بعض من دقايق. هينتقل المواد الغذائيه بطريقتين، يا اما الطريق الدموي يا اما الطريق الليمفاوي، وعرفت مين هيمشي هنا ومين هيمشي هنا. طيب هاجي للتمثيل، بس عايزه اكمل الطريق الدموي. انت مين اللي شال دلوقتي؟ اللي شال دلوقتي يا الدم يا الليمف. طب لو الدم، خلي بالك بقى، لو خرج من الدم انا دخل شريان مش معاه مواد غذائيه، خرج وريد محمل بالمواد الغذائيه، الوريد من الخمله دي مع الوريد من الخمله دي مع الوريد من الخمله دي، هجمع الاورده كلها ويخرج وريد كبير من اللفائفي هسميه وريد بابي كبدي. يبقى اللي خارج من اللفائفي اسمه ايه؟ وريد بابي كبدي. رحت فين يا عم؟ دخلت على الكبد. ليه؟ هيحصل تحولات غذائيه هنتكلم عنها بالتفاصيل في الحلقات القادمه. هيحصل تحولات يطلع منه وريد كبدي، ومن الوريد الكبدي للوريد الاجوف السفلي ثم الاذين الايمن في القلب. راح للقلب، ايوه ما ده المضخه اللي هيدفع بقى لجميع انحاء جسمك. طب افرض انت مشيت وعاء لبني، يبقى وعاء لبني ثم وعاء لمفاوي، ثم هيطلع بقى يتجمع كله في وعاء كبير هسميه وريد اجوف علوي ثم اذين ايمن في القلب. برضو يعني ممكن اقوم جايبه لك سؤال ويقول لك ايه الحجره اللي تم فيها اجتماع الدم والليمف؟ الاذين الايمن. ليه بقى؟ عشان الدم يبدا يدفعه لجميع انحاء جسمك. عشان استخدم التمثيل بقى او الايض، هعمل تمثيل غذائي. ما هو التمثيل الغذائي؟ هو العمليه اللي هيستفيد فيها الجسم من المواد الغذائيه اللي اتهضمت واللي امتصت، وتشمل عمليتين. هعمل بناء وممكن اعمل هدم، يا بناء يا هدم. طيب يعني يا اما هتحرق يا اما هتبني. طيب تعال نفهم اكتر. يعني ايه بناء؟ عندك سكريات زياده حولها جلايكوجين وعينها في الكبد والعضلات. عندك احماض امينيه زياده حولها الى بروتين وعينه، او يدخل في تكوين جسمك، او تعويض انسجه تالفه، او هرمونات وانزيمات وجسمك ولحمك وخلافه. يبقى البناء انا حولت المواد البسيطه الى مواد معقده دخلت في تركيب جسمي. ماشي. هحول الجلوكوز للجلايكوجين مواد نشويه عينه في الكبد والعضلات. هحول احماض امينيه لبروتين يدخل في بناء جسمي. طيب يبقى دي البناء. ممكن تحول الدهون كمان لاحماض دهنيه وجليسرين حطها تحت الجلد، وانت عارف الكلام ده من السنه اللي فاتت. او احرق، اكسد، لازم اكسد جلوكوز يا جماعه. هاكسد السكريات الاحاديه الجلوكوز في الميتوكوندريا عشان ينتج عندك الطاقه اللي تقدر بيها تقوم بوظائفك الحيويه. اخر حاجه بقى الامعاء الغليظه بقى، عايزه تخلص من الفضلات. تبقت معاك مواد اخراجيه وفضلات التي لم يتم هضمها، هتبدا تعدي بقى في القولون الصاعد والمستعرض ثم الهابط عشان تنتقل معاك الى اخر جزئيه علشان تبدا تخرج لك من خلال العضلتان العاصرتان. هنا برضو وصف تشريح اهو بيقول لك الاجزاء بتاعه جهازك الهضمي كنوع من انواع التشريح. يعني
عايز يبين لك الحركة اللي بتحصل معاك ايه. وطبعا في جزئية قبل ما نشوف اسئلتنا، بعد ما بيبدأ يحصل الكلام ده وتمر في الامعاء الغليظة، في حاجة هنا اسمها تحززات. خلي بالك، في خملات في اللفائف او الامعاء الدقيقة، في تحززات في الامعاء الغليظة. طب انت يا تحززات ايه شغلتك؟ انا بعيد امتصاص المية تاني، هعيد امتصاص المية تاني. طب ليه؟ البراز لازم يخرج في صورة صلبة، ما ينفعش يخرج في صورة سائلة وإلا تبقى حالة مرضية. يبقى أنا عندي مرض، المرض ده أثر فيه التحززات دي، لو في نوع من أنواع الإسهال أو خروج مية يبقى لازم يكون مادة صلبة. من هنا في تحززات. إيه الفرق في اللفظ بين خملة وتحزز؟ الخملة أقصى علوا، شفتها عاملة زي الجبل وجواها أوعية دموية. التحززات لا، ده يدوبك بس إيه، ارتفاعات ضئيلة جدا جدا وفيها أوعية دموية برضه، ما بتعيد امتصاص المية. خلي بالك، هتعيد امتصاص المية تاني. طب ليه؟ لأن جميع عمليات الهضم والامتصاص لا تتم إلى في وجود المية. أنا محتاجاها فوق، في لسه هضم شغال فوق، في لسه امتصاص شغال في باقي أجزاء القناة الهضمية، لازم يرجع المية تاني. وممكن برضو بعض الأملاح المعدنية اللي جسمك محتاجها التحززات ترجعها لك مرة تانية. وما تبقى بقى من ألياف وفضلات هتبدأ تخرج في صورة صلبة، واللي هيساعدنا العضلتان العاصرتان اللتان توجدان لغة عربية اهو على جانبي فتحة الشرج. كلمة عضلة عاصرة جات لك كم مرة؟ كده يعتبر عندي 4 في الجهاز الهضمي. واحدة كانت في فتحة الفؤاد حلقية عاصرة، واحدة كانت فتحة البواب حلقية عاصرة، وجيت عند عضلتان عاصرتان على جانبي فتحة الشرج عشان تعمل دفع الايه؟ تعمل دفع البراز ده على هيئة قطع، وابقى كده تخلصت من الهضم وامتصينا واستفدنا من المواد الغذائية. تعال بقى نقرا سوا الأسئلة اللي المفروض تكون واجب عليك المرة دي. أول سؤال بيقول إيه؟ في حالة غياب بيكربونات الصوديوم من العصارة البنكرياسية، هيصبح الوسط قاعدي في المعدة، ولا يصبح الوسط حامضي في البنكرياس، ولا يصبح الوسط قاعدي في الأمعاء الغليظة، ولا هيبقى الوسط حامضي في الأمعاء الدقيقة؟ العبارة الأخيرة اللي مش واضحة معلش، يبقى الوسط حامضي في الأمعاء الدقيقة. أنا بقرأها أهو. طيب تعال نشوف السؤال الثاني بيقول إيه. عدوى بكتيرية هتمنع امتصاص المية في الجهاز الهضمي. امتصاص المية شوف بقى بيروح فين؟ مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف. هذه البكتيريا موجودة فين؟ موجودة في الكبد ولا في المعدة ولا في الاثنى عشر؟ عدوى بكتيرية بتمنع امتصاص القناة الهضمية أو امتصاص المية، يا ترى موجودة فين؟ طيب طبعا آخر نقطة اللي هي مش باينة معاك دال أنا بقولها لك أهو، الأمعاء الغليظة. يبقى الكبد والمعدة 12، يا ريت تسجل العبارة أو الاختيار الرابع الأمعاء الغليظة. طيب عندي سؤال 3 بيقول مريض في غرفة العمليات تم تعليق محاليل بالوريد أثناء إجراء الجراحة على إن له محاليل، فمن المرجح احتوائها على المحاليل دي هتحتوي على إيه؟ أحماض دهنية ولا أحماض أمينية ولا سكريات أحادية الاختيار الثالث ولا كربوهيدرات؟ الرابع ثواني على طول أهو. طريقة يمتص بها قطرات الدهن التي لم يتم هضمها، واختار انت بقى الأربع اختيارات موجودين معاك. سؤالين الأخرين أهو. إذا تسرب إنزيم اللايبيز إلى المعدة هل ممكن إنه يساعد في هضم الدهون في المعدة ولا لأ؟ وعندنا عدة إنزيمات البكتيريز رغم أن الوحدة البنائية واحدة. فسر. أظن أسئلة جميلة كلها تناولناها في حلقتنا النهاردة، وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، ووصلنا لختام الفصل الأول أو الباب الأول وهو التغذية في الإنسان أو التغذية بصفة عامة. قضيت معاكم وقت لطيف جدا، دايما الوقت الممتع بيعدي بسرعة. طبعا لسه معانا في جعبتنا الكثير زي ما اتفقنا. الحلقة القادمة مراجعة، انت اللي هتبعت لي الداتا. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة، ونترككم في رعاية الله وأسمع عنكم يا رب كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.